ممكن اخد من وقتكم ثواني؟ ممكن طبعا، بس مين حضرتك؟ انا المذيعه المتألقة جيجي من شبكة قنوات الWC العالمية. WC؟ وحضرتك سمعتي عننا ازاي؟ يا استاذ المذيع الشاطر هو اللي بيدور على الحدث، ما بيستناش الحدث يجيله لحد عنده. وحضرتك هتصوري معانا دلوقتي؟ يا استاذ احنا على الهوا دلوقتي. ايه ده؟ امال انا يعني مش شايف معاكي لا مصورين ولا كاميرات ولا حاجه. كل اللي احنا قلناه وهنقوله متصور بالصوت والصوره بالقمر الصناعي. استاذنك تبص هناك. ابص هناك؟ حاضر. انا بقول استاذ رشاد. نعم. ناس كتير بتشكر في اعمالك الفنيه، بس احنا عايزين نعرف رايك انت في اعمالك. الفنان الحقيقي عمره ما بيرضى عن اعماله بشكل كامل. حضرتك فين من السينما؟ حضرتك انا في الاساس كاتب ومخرج مسرح، والمسرح ابو الفنون والسينما الفن السابع. مع احترامي لحضرتك يعني في فرق. بعد وصولك للنجاح ده كله تحب تقول لي مين شكرا؟ انا احب اشكر كل اللي وقفوا جنبي. اوعى تنسى حد من اللي وقفوا جنبك. لا اكيد مش هنسى. انا احب اشكر كل اوعى تنسى حد. مش هنسى. اتفضل. انا احب اشكر كل اللي وقفوا جنبي وساعدوني. الناس اللي هتنزلهم هيزعلوا منك جدا. على فكرة الراجل ده صح الصح، والناس دي صح الصح. هو مين حضرتك؟ ده ولي امر معانا في الفريق. ولي امر معانا في الفريق. ابو واحد معانا في الفريق يعني. وهشتغل معاهم في الاعمال الجديده. يا سلام، هو مش خطه دي وقت؟ لا، ما انا خلاص اقتنعت بيهم. لا، ما احنا خلاص بقى عددنا مكتمل ومش عايزين ممثلين. خلاص انا هاجي كل يوم مع ابني وهنبدل هو في نفس الدور، هو شويه وانا شويه. انتوا مأجرين عجله يا استاذ. على فكره انا كنت بقول لزي المدرسه في طابور الصباح. يا استاذ مش عارفه اشوف شغلي. وكانوا مسميني دراما كوين. للاسف انتهى وقت الحلقه. يا خساره. انا مضطره يا استاذ رشاد امشي دلوقتي، كنت عايزه اكمل باقي التفاصيل. حضرتك في نفس الميعاد وفي نفس المكان بكره زي دلوقتي. خلاص تمام. باي 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 باي. ينفع كده؟ ينفع؟ اتفضل خش جوه. صغير انت على الكلام ده يا استاذ. اتفضل. بقول لك ايه، انا عايز اشوفك دلوقتي، ما تكلميني فيديو. لا مش هينفع دلوقتي. ليه كده؟ كلميني فيديو. لا عيب. ما عيب الا العيب. ما تكسبنيش بقى يا شطانوف. شطانوف في ايه؟ قولي لي يا طف. لا اتكسف. حد يتكسف من طف. انت باين عليك شقي قوي. ما هي حلاوتها في شقاوتها. الا بالمناسبه قولي لي انت لابسه ايه؟ لابسه مايو بكيني 5 قطع. 5 قطع؟ اللي هو ازاي يعني؟ هو بينزل كده. ازاي بقى 5 قطع؟ طب عموما اوصفهم لي حته بالالوان والاحجام الطبيعيه. هلا عسل. لا يا راجل يا ناقص، سايبني انا وعيالك وقاعد لي هنا. اخس عليك راجل ناقص. يا اخي ما دام انت معاك فلوس تتصرم اصرف على بيتك وعيالك. بلاش فضايح يا سنية، كفايه كده. كافيه لما تبقى تكفيه. راجل ناقص ولي الاصل. يا راجل انت ما تمرش بجدتك اللي انا عملته علشانك. ده انا بعت دهب امي علشان اسدد لك ديونك، وفي الاخر بدل ما تدور لك على شغل داير تتصرمح. لا هو مش بيتصرمح ولا حاجه. امال بيعمل ايه يا اخويا؟ ده بيشتغل هنا. بيعمل ايه يا اخويا؟ ده بيشتغل هنا وزير المعارف. ووظيفته ايه يا اخويا وزير المعارف؟ وزير المعارف وظيفته ان هو معرف الناس على بعض. معرف الناس على بعض؟ ايوه. اخس عليك وعلى الرجاله اللي انت منهم. على فكره كان بيتكلم عليكي كلام يعني مش هقدر اقوله يعني. كان بيقول ايه يا سيد الاستاذ؟ كان بيقول ان طبيخك زي الزفت واكلك ما يتبلعش وغسيلك زي الزفت برضه يعني، وحاجات كتير زي كده. ده انت يومك مش فايت النهارده. قول يا اخويا قول واشجيني. وقال انك نكديه وكشريه ولسانك طويل ودمك تقيل وبتشخري وانت نايمه وبتشخري وانت صاحيه وحاجات تانية بقى مش عارفه. خلاص بقى، خلاص كفايه كده. قول يا اخويا. اقول. هو انت مين حضرتك؟ انا المؤلف. شلاق يا مؤلف. خلاص بقى يا سنية، اعملي لك قفله بقى. قفله؟ قفلوا عليك باب جهنم ورموا المفتاح. بقول لك ايه يا وليه، انت اسير الشر بقى وروحي. هتعمل ايه؟ هتضربني؟ تعال يا صاحب الفرام وريني مجالتك. ليه طيب؟ ما طيب احسن. ايوه كده. رايح الرجاله ما تجيش الا بالعين الحمراء. يلا يا اخويا اتجروا يلا قدامي على البيت. روحي انت واسبقيني وانا هخلص شغل واجي وراكي. ما في السهر الليله دي على القهوه. حاضر. قول لي
يا سي الاستاذ يا مؤلف، امورين عايزه اقول لك كلمتين تحت امرك. يخرطوك للوز. شلاه يا مؤلف. ايه ده؟ ايه الويل؟ انا شكلي اتهزقت كده. ما ينفع وانت قاعد كده بقى؟ ايه الوليه دي؟ امشي غور من وشي بدل ما اسيح دمك. امشي ما تقفش قدام مني دقيقه واحده. اتفضل. حاضر. اتفضل. عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ اللي اتفقنا عليه يا رشاد. ما انت عارف اللي فيها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سليم، الحمد لله تمام. انت عامل ايه يا عم نوف؟ فينك مش باين ليه؟ هو مشاغل بقى انت عارف. عاش من شافك. ربنا يخليك. انت اخبارك ايه؟ والله انا زعلان اخر زعل من الجدع اللي اسمه شكنوفي. هو عايز اشتكي لك منه واشهدك عليه. ليه خير؟ عمل ايه معاك؟ كل يوم شيل حط. احنا شغالين عنده ولا عند اللي جايبينه، واحنا شغالين في شركه موظفين، ولا منه المدير هيتنزع علينا. ما يسيبنا في حالنا وهو في حاله. ادي اللي نبني من البندر. ما كنت قاعد في بلدنا كان خير شر وبزرع الارض. الله يسامح اللي كان السبب. لا لا لا، ايه ده؟ بنستهدى بس كده بالله، والامور ما تاخدهاش بكده. ما تضايقش نفسك يعني. انت راجل مؤمن وطيب يا عم نوف. وبعدين يا عم شكلوك انت عارف يطلع وينزل على ما فيش. لا ما عادش يجي منه يا استاذ سليم. انا خلاص ما بقاش طايق نفسي. ليه بس كده يا عم نوف؟ ديك النهار كان الشغل مريح وانا كنت قاعد فاضي. قوم ساعة العيادة لقيت نفسي مدروخ شوية. قلت أطوع لي من ساعة مش هيجرى حاجة. قوم شكلوك شافني وقعدت على اللي جرى. جرى ايه؟ لقيت لك شكلوفي ده جاي لي والعفاريت بتتنطط في وشه وعينك مكشوفة من النور. اداني وصلة التهزيق إياها وأنا صعبت عليها نفسي. معلش يا عم نوف. روق يا عم نوفل. بص، هو انا كنت عايز اديك سيجاره تروق بيها على حالك، بس خلاص بقى السجاير. امسك علبة يا استاذ رشاد. ياه امسك. علبة في حالك. علبة يا باشا. ايوه يا عم. امسك يا عم نوفل. يجعله عامل دايما. الله يخليك. والسيجاره دي بقى اشربها قبل ما تنام. يسلم يا امير يا ابن عمر. والسيجاره دي اشربها وانت نايم في نص الحلم كده. لا خلاص صدري تعبني. صدرك تعبك؟ لا الف سلامه. خلاص الدنيا مش كويس عشان عموما علبة السجاير معايا. في أي وقت عوزت أي سيجارة تعالى كده أخوك، ما تتكسفش. وكده أخوك. ايوه. ما عطلكوش بقى. ماشي. اتفضل يا عم نوف. مع السلامة. سلام. خلي بالك في سلمة مكسورة. ياه علبة السجاير دي جت في وقتها. حظك بقى يا عم. يا سلام. صراحة كده احنا عايزينك في موضوع. كملت. ما فيهاش شغل بقى. ما فيهاش شغل. عايزين ايه؟ إحنا مش هنطول عليكم. يا ريت تنجزوا. بقول لك قول. ايه ده؟ مالك فيه؟ مالكش دعوه واحده ولا تنرفز اخلص. انا كنت اقول لك حاجة بس صغيرة. قول. ما انا نسيتها بسبب زعاج فيا. يا ابني مش هزار. انا مش بهزر. انت ليه بتعمل لي كده؟ بعاملك ازاي؟ ما انا بعاملك زي الباقي اهو. انت ليه بتعمل لي كده؟ دايما بتعامل مع الناس باحترام وود. ليه كل حاجه في حياتي حلوه عمرها صغير؟ ما تعملش بنفسك كده. يا ابني اخلص انت اهو، عايز اشتغل. لا ما بصراحة كده احنا عندنا مشكلة بخصوص لبس الشخصيات. مشكله ايه؟ احنا رحنا لعم كمال مرعي وجبنا لبس شخصيات على مقاسنا بالظبط. طب كويس. فين بقى المشكله؟ ما هو المشكلة ان الفلوس اللي كانت معانا ما تكملش غير ايجار يوم واحد، يعني 24 ساعة. فسيبنا اللبس ومشينا بصراحة. ما احنا كده مش هنحتاج اللبس اكتر من 24 ساعه بس. لا احنا كنا عاوزين نأجره 3 أيام. 3 أيام ليه يا حبيبي؟ هو احنا رايحين بيه مصر هنسافر عشان نحضر بيه بروفات الجنرال وننام بيه. ساعتها أدائنا للشخصية هيبقى أقوى. هو الأداء باللبس بقى. الأداء يا أساتذة برسم الشخصية كويس والشغل على أبعادها. اللبس ده مجرد صورة جمالية يا حبايبي بنكمل بيها المشهد. بالظبط. يعني نروح نأجره يوم واحد. طب ممكن سؤال اخير؟ ايه تاني؟ تقول له انت الاول ولا اقول له انا الاول؟ تقول له أنت الأول ولا أقول له أنا الأول؟ لا اقول له انت، انا ماليش دعوة. طب ما تقول له انت الاول وخليك جريء. يا ابني اخلص انت اهو، عايزين نشتغل. امشي. امشي بلاش قلة أدب. العيال تجيب تسلخات يا ايه راجل. القرف ده؟ بقول لك ايه يا رشاد انت كمان؟ قول لي. ايه رايك تاخد فكره اي فيلم اجنبي وتمصرها؟ ناخد فكرة ونحط عليها اسمنا وهي مش بتاعتنا؟ ايوه، زي ما اتعمل في روايه الكونت دي مونte كريستو. انور وردي عملها في امير الانتقام، وفريد شوقي برضه عملها في امير الدهاء، ونور الشريف بقى يا سيدي عملها مرتين،
مرة في دائرة الانتقام ومرة في الظالم والمظلوم. ايوه بس دي مش بتاعتنا، دي بتاعت حد غيرنا. ايه المشكلة؟ المهم ان احنا هنقدمها بشكل جديد وعمل جديد. مش بتاعتنا، ده يبقى اسمه سرقه. مش سرقة، ده اسمه اقتباس يا استاذ. لا ده مش اقتباس، ده احتيال. احتيال؟ ايوه، الاقتباس مشروط باخراج الفكره بشكل جديد مع اثبات وانساب الفكره لاصحابها الاساسيين مع ذكر اسمائهم. غير كده هيبقى اغتيال معناه لصاحب الفكره. يا عمي مش للدرجة دي يعني. لا للدرجه دي واكثر. تعرف اجدادنا القدماء المصريين؟ عارفهم انت ولا مش عارفهم؟ طبعا عارفهم. كان بيبقى تمجيد كبير قوي للملك لما يتعمل له تمثال على هيئه كاتب. الناس دي كانت بتقدر صاحب الفكره، كانت بتقدر الكاتب. مش احنا دلوقتي الرئاسه واللي بيطبل وراها اهم من الكاتب والقراء اللي بيقروا له. بقول لكم ايه؟ اسمعوني كويس، انا هسيبكم لحد اخر النهار. لو ما قدرتوش تعملوا اللي اتفقنا عليه يبقى نفضها سيره وكل واحد يشوف سكته. عاجبك كده؟ انت ربعت فوق دماغنا. نوع على ايه بقى عبقري؟ مش عارف. بيني وبينك عندك حق متبقاش طيب. والله العظيم انا كمان مش طيب. بس هنعمل ايه؟ كل الفلوس وكل حاجة معانا. احنا دلوقتي محتاجينه قوي كمان. ما تيجي نسيبنا منه ونشوف حالنا احنا. للأسف مش هينفع يا صاحبي. لازم نكمل المشوار اللي بدأناه. عندك حق. نوع على ايه طيب؟ خلاص انا هعمل له اللي هو عايزه، بس زي ما انا عايزه. هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على مسلسل لا بالما. لا بالما بين قوسين القبضة المدمرة. ايوه